لو انت مفكر ان انت شفت زحمه على محل قبل كده تبقى انت غلطان، واللي قدامك دوت بقى لا مظاهره ولا ناس واقفه في طابور جمعيه ولا اي حد بيفرق اي حاجه ببلاش. لا، الناس دي كلها واقفه عند وزير الحلو عشان تجرب الكشري الحلو اللي طالع ترند والناس كلها نفسها تجرب وتدوق. واللي لسه ما يعرفش منكم ايه بقى الكشري الحلو ده، الكشري الحلو عباره عن اختراع نزله وزير الحلو مؤخرا، وبيبقى عباره عن رز بلبن بقى وفيه التوبنج كده، الطبقات بتنزل بالكنافه وبعد كده بينزلوا بقى اللي بالصلصه اللي هي الكريمه، وبعد كده بقى بينزلوا بمكسرات ومانجا او الطعم اللي انت عايزه او الفليفر اللي انت عايزه. وهله كده بقى تحس ان الطبق ده كبير جدا وسعره 30 جنيه، فهي حاجه ضرب نار في الخيال وببلاش جدا. بس ما تتفاجئش لما تروح تلاقي الكلام غير الكلام خالص، عشان الحاجات دي بقى بتبقى للتصوير بقى وانت عارف. تالي ما بيمشي كل ربع ساعه 3 اوردرات. ونبتدي الريفيو بتاعنا بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم بارك. واول حاجه بقى جت في ايديا الشوكولاته، وابتدي ادوقها معاكم. وزي ما انتم شايفين الكميات غير الكميات اللي انتم شفتوها خالص في الفيديو، لان اصلا الفيديو اللي انا صورته دوت مش اللي مصوره ده، انا واخده بس كده عشان اوريكم الكميات بتبقى في التصوير عندهم عامله ازاي. بس هو كان الطعم حلو، وكانت الكميه يعني حلوه، وكسعر 30 جنيه لا ممتاز جدا. وكاختراع لا هو اختراع يا باشا وانتسب لك، لان انت اول واحد منزله. بس كان مسكر بقى، مسكر قوي الشوكولاته، وكان نفسي ابدا باخر حاجه. وبما اني بقى بطلع العلب عشوائي من الشنطه كده، هنخش على تاني حاجه. وانا بكتشف معاكم كده لقيت التوبنج بتاعها عباره عن موز ومانجا في الناحيتين، فواحد ايطالي نص ونص. طبعا انا رحت عند الكاشير، ودي اول غلطه من عنده، ان انا قلت له اديني كل الاطعمه اللي عندك، وقال لي الاطعمه اللي عندي يعتبر 6 وفي 30 يبقى كده كام 180 جنيه دفعتهم تمام كده. فلقيت اكتريتهم موز ومانجا موز ومانجا. ودي بقى كان الطعم بتاعها موز بصوص الكراميل، وكان طعمها ممتاز جدا، صوص الكراميل عندهم مظبوط. وبالمانجا برضو كان طعمها خفيف، وموز ومانجا لا كانت حلوه. بس انا افضل لو تاخدها مانجا كلها على بعضها كانت هتبقى جميله جدا. ويا ريت بقى لو يكتروا الرز بلبن. والغلطه التانيه بقى اللي اقول لكم عليها عندهم، ان الاطباق عندهم مش مظبوطه خالص، الكميات مش مظبوطه. 3 علب مظبوطين، منهم علبه مليانه جدا و3 علب مش مليانين خالص، ويعتبر فاضيين من الرز من تحت. واللوتس عندهم كان طعمه حلو والصوص حلو. اللي بيحب السكريات هيعجبك الشوكولاته، بعد كده اللوتس. ولو بتحب القرفه في اللوتس خلي بالك، لو ما بتحبهاش ابعد عن اللوتس خالص. وبرده زي ما قلت لكم الغلطه ايه، ان انا برده بدوق مانجا، يعني انا كده عمال ادوق في الموز والمانجا اللي هو حاططهم لي، فهو كان حاططهم لي كتير جدا بقى. بس انا عجبتني المانجا وعجبتني الموز، والكوكتيل ما جاتش. المفروض ان كان في كوكتيل بقى في فراوله معاهم بس ما جاتش. يلا بينا بقى الخص لكم تجربه وزير الحلو. قيمه مقابل السعر، لا قيمه مقابل سعر، لا في قيمه مقابل سعر. بس حابب انوع عندهم حاجه واحده بس، ان هم يظبطوا ايديهم في الكميات. وتاني حاجه بقى للناس اللي بتحب السكريات، هات لك يا باشا شوكولاته او بعد كده اللوتس. والناس اللي بتحب الحاجات الهاديه هات لك مانجا او هات لك بقى كوكتيل الفواكه، هتبقى جميله جدا وهتعجبك جدا. وفي نهايه الفيديو حابين نقول بقى وزير الحلو بيقول، ولا ندفع فيه فلوس ونجري على طول. لا وزير الحلو طلع حلو بيقول، ويا ريت بس يظبطوا الكميات هتبقى 100 100. اللي عايز يجي ياكل من هنا بجد يعني يفضي نفسه ساعتين او ساعتين ونص او 3 ساعات، يا اما تيجي الصبح بدري لو متاخر، يا اما تيجي وهو بيشطب وما تلحقش.